كان عندنا رحلة في شهر 7 الصيف ده، وكنت بتكلم مع منى AKA بنت معايا في الكلية انه مش متخيلة مثلا ان انا عندي 70 او 80 سنة ان انا ممكن اندم ان انا مفتحتش قناة على يوتيوب وانا عندي 18 سنة مثلا. وبعدها بدأت افكر هو احنا ليه ممكن ندي لنفسنا فرصة نندم اصلا؟ يعني مثلا لو ندمت اول مرة اعمل فيها كوكيز وبوظته لاني حطيت فانيليا خام كتير جدا، بقى كأنه طوبة حرفيا وحامي قوي لانها خام. مش ده موضوعنا. لو ندمت ان انا عملت كده ساعتها مكنتش هكرر اعمل كوكيز تاني في حياتي. وساعتها عرفت انه انت لما بتندم ان انت عملت حاجة بتحاول تغيرها، بس انا مش بحاول اغير حاجة لاني ببساطة مش ندمانة على حاجة حصلت. انا بندمش على الحاجات اللي بعملها. ده يودينا لحتة تانية انه انت مش لازم تندم على حاجة، او ممكن نندم عشان حاجة معينة بس مش لازم تفضل عايش في الندم. مش لازم ما تحاولش تغير الندم اللي انت فيه. دلوقتي مثلا انت ندمان مثلا ان انت ما دخلتش كلية معينة، هتحاول تغير ده، هتحاول تنجح في الكلية اللي انت فيها، هتحاول تنقل نفسك مثلا من الكلية اللي انت دخلتها للكلية اللي انت كان نفسك فيها، هتحاول تعمل حاجة. ما ينفعش حد يبقى ندمان ويفضل عايش وهو ندمان وخلاص كده. ما ينفعش نستسلم للندم لانه هيضيع كل حاجة حلوة طول الوقت. ما ينفعش تندم ان انت قلت لفلان مثلا صباح الخير وهو ما ردش عليك. ما يمكن فلان ده ما سمعش، مش هندم اني ما قلتلوش صباح الخير. ما صباح الخير يا عم، ما صباح الخير علينا كلنا، مفيش مشكلة. يعني ممكن ما سمعش وممكن بيتجاهلني، ممكن الاتنين، الاحتمالات كلها متساوية. انا ممكن لو كنت دخلت مثلا الكلية اللي نفسي فيها كان ممكن مبقاش مبسوطة. انا دلوقتي عادي، انا تمام انه ما تعافتش بنسبة 100%، بس انا مش ندمانة ان انا دخلت الكلية دي، مش ندمانة ان انا كتبتها في الرغبات وانا بقدم، عشان هي لو ما جاتش انا بجد احتمال ما كنتش ابقى عارفة انا بعمل ايه في حياتي. بس انا مش ندمانة ان انا كتبتها. ممكن لو ما كنتش كتبتها كنت هبقى مش ندمانة برضو. حرفيا كل الاحتمالات متساوية. مش لازم حد يسيب نفسه بقى اللي هو انا ندمت ان انا عملت كذا وكذا وكذا. فعش نسيب نفسنا للندم ياكلنا، لان بجد بحس الندم زي الاحتراق بيرن اوت، اللي هو لو انت سبت نفسك ندمان الندم ده هيفضل يوسع 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 لحد ما ياكلك، لحد ما تبقى ولا حاجة. هتبقى بس ماشي اللي هو روحك موجودة في جسمك بتاعه، بس انت مش عايش لان انت طول الوقت ندمان ان انت عملت كذا وكذا وكذا. فانت ما بتغيرش حاجة، انت ما بتعملش حاجة جديدة، لانك مثلا خايف تندم ان انت عملت كذا بعد كذا سنة. ممكن ما تعيش اصلا كذا سنة دي. يعني يا عم الايام الجمعة الجاية هتبقى ايه بقى؟ استفدنا ايه من الندم؟ ولا اي حاجة حرفيا، ولا اي حاجة. لو حد فضل ندمان وفضل عايش في الندم طول الوقت هيبقى مفيش اي فايدة للحياة، وخلاص بقى قاعدين نستنى نموت كلنا. لازم نغير احساس الندم ده، ولازم ما نندمش اصلا، لانه كل حاجة بتحصل لسبب وانت ما تعرفش لسه السبب اللي حصل ده عشانه ايه. ممكن لما تعرف السبب تقول والله ده الحمد لله ان كذا وكذا حصل ومش عارفه ايه وكده. ده ممكن يحصل، بس لا احنا هنقرر بقى انه ده ليه حصل ويا رب ليه وبتاع. يا عم استغفر الله يا عم. ايه ده؟ ايش هذا؟ يعني بجد ليه؟ ساعات ممكن نبقى مش قادرين نعمل حاجة، بس ما ينفعش نفضل قاعدين ندمانين ان حاجة حصلت. يعني الطاقة دي حاجة مختلفة، غير ان انا سايبة الندم ياكل فيا طول الوقت، ان انا قلت كذا وعملت كذا ومش عارفة بصيت لفلان عمل ايه ومش عارفة مين عمل ايه. انت مش هتعرف تغير الزمن، مش هتعرف ترجعه، فليه هتندم على حاجة مش هتعرف تغيرها؟ فلازم نبص لقدام. والله ده في حاجة 1 2 3 4 5 حصلوا غلط، خلاص حصلوا، مش هنفكر فيهم، نرميهم في الزبالة. هنقدر نصلحهم ازاي؟ والله الحاجة الفلانية دي ممكن تتصلح ب1 2 3، انهي مناسب ليا اكتر؟ خلاص هاخد المناسب واجرب. ما نفعتش خلاص صباح الفل، مش هنموت. ولو متنا يا عم ما دي الفكرة، انت عايش فترة معينة بعدين هتموت في الاخر. مش لازم بقى نخليه ابيجو فديل، لانه
it's not. هو حرفيا الموضوع سهل قوي، الموضوع ابسط من كده بكتير. انت لازم تاخد الحياه ان احنا جايين نتبسط. انت اتولدت اوكي، ليك دور وليك مش عارفه ايه، ليك مهام في المجتمع، تبقى ابن بار بوالديك، تبقى شخص شاطر في المدرسه وكويس، شخص مش عارفه بيعمل ايه. احنا بنحاول نبقى حد كويس طول الوقت، بس ما ينفعش والله ده انا في عيد ميلادي السادس من 14 سنة عملت مش عارفة ايه. يا عم عادي يا عم، مش فارقة والله، ما فارقة. اصل هتحصل، انت مش هتعرف تغير الزمن، خلاص صباح الفل. اللي بعده بنتناسى بقى العك اللي حصل ده. والله مثلا ده انا عيد ميلادي الجاي افكر اعمل فيه كذا 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 واصلح اللي عملته عشان كان مضايقني، خلاص قشطة صلحه، ده اللي انت هتقدر تعمله. ما ينفعش تسيب نفسك للندم. شكرا.